مبدئيا قبل ما ابدا الرساله عايز اقول رحم الله كل شهداء الوطن، ويا ريت يا جماعه ما ندخلش الاسلام في اي حاجه ليها علاقه بالارهاب. انت يوم ما مسكت الحكم يا ريس اديتنا وعود كتير. انا فاكر كلام حضرتك كويس لما قلت اسعار السلع الاساسيه مش هتغلى، وان البلد هتبقى في امن وامان تاني، وان الدولار مش هيغلى، وان هيبقى في حريه للتعبير عن الراي، وان هيحصل تطوير في التعليم والصحه والاقتصاد. دلوقتي يا ريس عدى 3 سنين وانت في الحكم. الدولار بدل ما كان ب 36 قرش عدى حاجز ال 20 جنيه. الاسعار كلها بقت مولعه نار. كل فتره نلاقي ناس تموت، شباب، جنود، ضباط، اقباط، مسلمين، نساء، كبار في السن. انا خايف الدور الجاي يبقى عليا او على حد من اهلي او صحابي. دلوقتي السلع الاساسيه بقت مش موجوده، مفيش سكر، مفيش زيت، ولو لقيناهم هنلاقيهم بضعف السعر 4 مرات. التعليم راح لمرحله ابشع من الدروس الخصوصيه اللي كنا بناخدها في ثانويه عامه. لطالب في 3 ابتدائي لازم ياخد دروس في كل المواد والا هيسقط، عشان ما بقاش في تدريس اصلا في المدارس. الادويه اللي كانت بتقوي المرضى على مرضهم والمستشفيات بقت اسعارهم مولعه نار. بس الناس اللي بتتعذب ومعهمش تمن كشف في المستشفى ولا تمن شراء دواء هيعملوا ايه؟ الاقتصاد؟ انا مش شايف اقتصاد من اي ناحيه. احنا اصلا ما عندناش اقتصاد، احنا عايشين على دعم الدول الخارجيه والسلف. الصناعه، احنا فين اصلا اللي بنصنعه؟ احنا بنستورد كل حاجه من بره. الشوارع كل يوم حوادث قد كده عشان مفيش تنفيذ قانون صارم للمرور، بس في قانون صارم لمنع التظاهر او حجر قول الراي في اي شيء او الاعتراض على اي شيء، لان مبدا الاعتراض دلوقتي بقى خيانه للوطن وحسابه عسير. السياحه اتمسحت من عندنا تقريبا. بعد ما كان عندنا نسبه سياح كبيره بقينا مش بنعمل اي تشجيع للسياحه، بل بالعكس احنا بنقرفهم علشان ما يجوش البلد تاني. الباسبور المصري بعد ما كان ليه شويه قيمه دلوقتي بقينا من دول العالم العاشر، ما نقدرش نسافر اي بلد غير بالعذاب عشان نطلع الفيزا. ده السودان حتى رفعت عننا الفيزا. السودان يا ريس دلوقتي شاب فضل يدرس واهله طفحوا الكوت عشان يخلوه يتخرج من جامعه بعد دراسه اكتر من 14 سنه هيشتغل في شغلانه ب 5000 جنيه. ده لو لقى شغل اصلا. قول لي يا ريس، الشاب ده امتى هيقدر يشتري شقه لنفسه واقل شقه ثمنها 1,000,000 جنيه؟ قول لي يا ريس، الشاب ده هيقدر يشتري لنفسه امتى عربيه واقل عربيه ثمنها 250,000 جنيه؟ قول لي يا ريس، الشاب ده ازاي هيتجوز ويجيب عيال يصرف عليهم؟ الحياه بقت صعبه جدا يا ريس، وحالنا يائس يوم بعد التاني. ومش عايزين على فكره نقلب البلد ولا نعمل مظاهرات ولا نشيلك. احنا اصلا في حاله فقدان للامل. انا ممكن ابقى مش بفهم سياسه ولا افقه فيها شيء، لكن انا بتكلم بلسان شاب بسيط بيعبر عن رايه بصوره محترمه عشان مستاء على الحاله اللي وصلت ليها البلد. طبعا 100 واحد دلوقتي هيطلع يقول لك ان انا اخوان. في ذهن الناس بقى مبدا الاعتراض ذات نفسه خيانه عظمى للوطن. ليه اصلا اي طائفه معترضه نحجزها ونعذبها ونصفيها ونخونها؟ ليه ما نبقاش كلنا ايد واحده؟ ليه ما نبقاش كلنا ايد واحده ويبقى في حريه ويبقى في اكتر من 100 حزب بيحكم البلد؟ مش ده اللي احنا اخترناه من الاول؟ الديمقراطيه. ما كناش سيبنا الملك فاروق يمشي بقى. انا ماليش اي علاقه باي حزب اخواني او حزب ليبرالي او اي حزب في البلد. انا شاب بسيط بحب بلدي، شايف بلدي بتنزل للقاع يوم عن التاني وانا عاجز. اخر حاجه هسال حضرتك سؤال واحد بس يا ريس، يا ترى انت شايف الكلام ده كله؟ عشان لو تبقى مصيبه. شكرا.